بلوغ غنوجد فيه الفطور ديال رمضان، والاقتراحات كانوا من عند اختي لان اليوم عيد ميلادها، واخا حنا ما كنحتفلوش بعيد ميلادات ولكن الاقتراحات كانوا على شرفها اليوم. المهم انا نضت الدقيقه 90 لاني ما كيعجبنيش نبقى نسنارونا في الكوزينه. المهم قضينا الغرض، شلطت البصيله ديالي رقيقه فريمون رقيقه. ملي كتنوضوا حتى الدقيقه 90 خصكم تقضيو بالزربه. ديال الخضره كينفع، غنوجد حسوه بالشعير تو سامبلومون. هنايا كنصايب الكيك ديالي. المهم هرقت هذه كامله حتى حيت الكاميرا ونقص شويه لان غتولي كل مذاق ديال القهوه. وهادو الحوادث ديال المطبخ الرمضاني. زدت الزيت باش غادي نقاد الكيكه ديالي، وهذه اكره مرحله عندي اللي كنوجد فيها المول. اليوم غادي ندير كيك بالشوكولا هو اللي كيعجب اختي، دونك درت فيه هنايا الكاكاو. وهذا اللون هذا ما عجبنيش بزاف الصراحه. هنايا يدي حتى على ديك الحسوه باش ما ننساهاش تو سامبلومون. هنا حيت لي بولدير وغنجمع شويه الروينه باش ما نسالي نلقى شي جبل. هنا غادي ندير بسيطلات بالدجاج، بصدر ديال الدجاج. شوفوا انا راه كيعجبني نبقى حاضياها. ونحضيت هذاك المول اللي كيبان حالته في الفران معليش. قضيت المسائل باش غنوجد بسطيله ديال الدجاج بالنكهه ديال الحوت. قضيت المسائل كامله. بالنسبه للصدر ديال الدجاج درت معاه غير مليحه. وشوفوا الكيكه، حاطه الكيكه تبرد على خاطرها. وكنقلي دابا الصدر ديال الدجاج انا رجعت ليها ثاني. المهم انا عندي شي مشكله مع الكيكه ملي كتصدق ليا كنبقى غير حاضياها. شحرت مزيان هذاك الدجاج هو والبصيله، ورقه سيدنا موسى، ضامه ديال الحوت باش كتعطي ديك النكهه ديال الحوت. والحامض مصير ضروري والهريسه. كنبقاو ديما في داك التيم ديال البسطيله ديال الحوت بلا حوت. صراحه كان خاصني نزيد عليها هنايا مع هاد الصوص طوماط اللي زدت باش ندير شويه القضيه مدغمره. كان خاصني نزيد شويه ديال الطون غادي يكون احسن. وبالنسبه للحسوه ديالي ملي قربت توجد راه وجدت لها الحليب ديالها باش غادي طيب فيه. هنايا طبسي المربع وخرجت منه بسيطلات دايرين ما عرفتش كي درت ليها. المهم انا راه وليت زرب حيت صافي بقى نص ساعه على الفطور يفطر على الحال زعما يأذن وصافي. قضيت البسيطلات ديالي دخلتهم باش يطيبوا وغنوجد خبيزه. هذه كنت درتها المره الاولى بالباريزيان ولا بالكومير اللي بايت ولا كارم، وعجبات الدار بزاف. صافي الغد ليه جابت لي الوالده هذا الباريزيان هذا عريض يعني. قالوا لي برعينا بهاد الخبيزه هذه وكتجي في الصراحه زوينه، لدرجه انهم ولاو ما بقاش باغيين نعجل البيتزا تيقولوا لي وجدها غير هي. السر ديالي هي اني كنشوح هاد الفلفله ولا البصيله وكنحطها دي بعدا هنايا نخيدكم معايا في قلب الحدث باش غادي ندير فيها داك السقوه اللي كتجي فنه ديال الكيك. تندير فيها الكاكاو والليمون. وهذه هي لا تيكستور ديالها ولا كيفاش كتجي. رجعوا دابا البسطيله هي تحمرات فيها شويه ديال الزيت مخلط مع التحميره من غير داك البيض والحليب الصفر ديال البيض والحليب اللي درتها به في الاول. ما عجبنيش اللون ولا نزيد الزيت مع التحميره جا حسن. وهنا غنسقي الكيك تيجي داك المذاق ديال الليمون مع الكاكاو. تحفه فنيه. لو بغيتوا الوصفه ديالي انا كندير باز وحده في الكيك كامل، ونقدر نقص شويه دقيق ونعوضو بالكاكاو. ولا بغيت نديرها ديال الشوكولا غنخلي لكم الرابط هنايا. وهذه الخبيزه درت فيها الطون، درت فيها الزيتون كحل تيتواتى فن مع الفرماج ومع المذاق ديال مطيشه. هادو غير باش نوريكم الميني بسيطلات ولا البسيطلات اللي صايبت. جاي الصراحه خصني ندير فيهم الطون ولا ندير صدر ديال الدجاج بالزيت. هذا غير باش نوريكم واحد الاقتراح اللي درته في العشاء ديال العناق ديال بيبي بالتنسيمه ديال الصاونه تيجيو تحفه. غنخلي لكم الرابط.